خۆشحاڵین بە ئامادەبوونتان سواسی ئامادەبوونتان دەکەین بۆ مەراسیمی کردنەوەی پرۆژەی قوتابخانەی دیجیتاڵی کوردستان. معالي السيد دكتور آلان حمد سعيد صالح وزير التربية في حكومة إقليم كردستان، معالي السيد سفين دزي مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، سعادة الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهري سفير دولة السيد دكتور وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية، السادة أعضاء مجلس وزارة التربية، السيدات والسادة المعلمين المشاركين في دورة تدريب الرقمية ومنصة الأكاديمية العالمية للمعلمين الرقمي، ضيوفنا الكرام، باسم وزارة التربية حكومة إقليم كردستان نرحب بكم أجمل الترحيب. شكرا لحضوركم لحفل إفتتاح مشروع المدرسة الرقمية في كردستان. شكرا لشركائنا لإنجاز هذا المشروع التعليمي. أيتها السيدات والسادة، يتفضل الآن معالي الدكتور آلان حمد سعيد صالح. مناي خوي قورو ميربان بانيتان باش. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير والأخ العزيز أستاذ سفين زي، سعادة القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة أستاذ أحمد إبراهيم الظاهري، سعادة والسيد دكتور وليد آل علي الأمين العام لمشروع المدرسة الرقمية، السيدات والسادة الأكارم، إنه باعث سروري أن أرحب بكم في أربيل عاصمة إقليم كردستان لحفل إطلاق مشروع المدرسة الرقمية. هي إحدى مبادرات أو إحدى المشاريع الرئيسية لمؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. المدرسة الرقمية هي مدرسة متكاملة وممكنة رقميا لتوفير التعليم الرقمي والتعليم الهجين بشكل أو بطريقة ذكية وبطريقة مرنة. نحن نعيش في عالم متحول وعالم رقمي بامتياز، فالديجيتاليزيشن لها تأثير في شتى المجالات، كل النواحي الحياة من التكنولوجيا. فالسؤال يطرح نفسه، لماذا لا نستخدم التكنولوجيا في مسائل التعليم؟ فمن الضروري الإجابة بشكل إيجابي على هذا السؤال. فمن المعقول ومن الملائم أن نستخدم التكنولوجيا لجيل يسمى بجيل الألفا، أولئك الذين تعلموا استخدام التكنولوجيا قبل التعليم القراءة. فنحن نعيش مع جيل ونتعامل مع جيل الرقمي بامتياز، ويعيش في عالم متحول رقمي بامتياز. لذلك هاي المبادرة مبادرة مميزة لعدد كبير من الدول بما فيها إقليم كردستان. شاركت قبل 4 أعوام بمبادرة من الإخوان في مشروع المدرسة الرقمية، وبناء على التوصيات دولة رئيس الوزراء أستاذ مسرور البرزاني خطت وزارة التربية خطوات واسعة ومميزة للاستفادة من التكنولوجيا ولتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية المستدامة مع الإخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة. بناء على ذلك قبل 4 أعوام اتفقنا ووقعنا على مذكرة التفاهم مع معالي الوزير الأستاذ العزيز دكتور عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطورنا هذه مذكرة التفاهم إلى اتفاقية استراتيجية مستدامة. خصصنا 14 مدرسة كمدارس اللاجئين للدخول بالمشروع أو الشروع بمشروع المدرسة الرقمية. الآن أكثر من 50 مدرسة مستفادة بإقليم كردستان من مشروع المدرسة الرقمية. يجب أن نشيد بدور الإخوان وخصوصا معالي الوزير دكتور عمر سلطان العلماء والإخوان في مشروع المدرسة الرقمية، والأخ العزيز سعادة السفير دكتور أحمد إبراهيم الظاهري
معالي الأستاذ الأمين العام لمشروع المدرسة الرقمية دكتور وليد آل علي، لهم دور كبير، جهودكم مبذولة ومشكورة، وإحنا إن شاء الله راح نتواصل من أجل تعزيز وتوسيع هذا المشروع في إقليم كردستان لكي تستفاد عدد أكبر من المدارس. شكرا لحضوركم وأتمنى لكم إقامة طيبة في كردستان. سپاس بۆ جنابی وەزیری پەروەردە. شكرا لمعالي السيد وزير التربية. والآن الكلمة لسعادة الأستاذ أحمد إبراهيم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة. السلام عليكم. معالي الدكتور علان حما سعيد وزير التربية في إقليم كردستان، معالي سفين دزي رئيس دائرة العلاقات الخارجية، سعادة الدكتور وليد آل علي أمين عام مبادرة المدرسة الرقمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا بتكلم بشكل يعني تلقائي عن العلاقات المتميزة اللي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وبالأخص مع العراق الشقيق، خصوصا إقليم كردستان، وهي علاقات طبعا الحمد لله اليوم علاقات وطيدة ومتينة، وتجمعنا المحبة، خاصة طبعا الزيارات اللي يقومون بها أصحاب الفخامة، فخامة رئيس إقليم كردستان العراق وفخامة رئيس حكومة إقليم كردستان إلى دولة الإمارات، والعلاقة الوطيدة اللي تجمعهم بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، واللي انعكست إيجابيا خلال السنوات الماضية منذ تأسيس قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان في 2012. امتدادا من هذه السنوات الحمد لله العلاقات امتدادها كبير، وخاصة في العديد من القطاعات، منها طبعا أهم قطاع كان القطاع الاقتصادي. تم التركيز خلال السنوات الماضية على تعزيز الاستثمارات الإماراتية في إقليم كردستان، خاصة في مجالات الأمن الغذائي. طبعا الإمارات الحمد لله كانت من أوائل الدول اللي استثمرت في إقليم كردستان منذ 2007، واليوم امتداد هذه العلاقات الوطيدة اللي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية العراق وإقليم كردستان تمثلت في المدرسة الرقمية وتوقيع الاتفاقية اللي كانت بين طبعا مبادرات مؤسسة محمد براشد من خلال المدرسة الذكية مع حكومة إقليم كردستان. انعكاسها اليوم الحمد لله هو بداية انطلاقة لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعليم والبحث والتبادل المعرفي، وتعزيز طبعا استخدام التكنولوجيا الحديثة في أدوات التعليم المستقبلي في إقليم كردستان. طبعا نحن اليوم سعيدين جدا أن نلاقي دعم كبير منذ بداية تأسيس هذه المبادرة على طبعا من خلال رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان معالي مسعود برزاني، واللي طبعا تمثل الدعم الكبير من خلال معالي وزير التربية الذي يعني خلال 5 سنوات الماضية أسس إلى كيفية الوصول إلى الإعلان اليوم عن انطلاق هذه المبادرة. والشكر موصول أيضا إلى فريق عمل مؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد براشد من خلال طبعا معالي الدكتور عمر العلماء وزير الذكاء الاصطناعي، وفريق العمل اللي يترأسه طبعا سعادة الدكتور وليد آل علي. وجودهم اليوم أكيد يؤكد على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توطيد العلاقات الثنائية مع جمهورية العراق وإقليم كردستان في مجال التعليم، وإن شاء الله تكون هي النواة الأولى في العراق الشقيق وانطلاق لمرحلة طبعا المدرسة الرقمية، واللي إن شاء الله راح يتأسس من خلالها العديد من الطلبة وأكيد الكادر التعليمي، وإن شاء الله يكونون هم سفراء المدرسة الرقمية في العراق، وإن شاء الله يكون لمخرجات هذه المدرسة الرقمية
إن شاء الله تخريج كفاءات مستقبلية في إقليم كردستان، إن شاء الله يكونون أحد قيادات المستقبل إن شاء الله في خلال السنوات القادمة. طبعا أشكر شكر جزيل لحضوركم لهذه الفعالية وللدعم الكبير اللي لقيناه اليوم من حكومة إقليم كردستان متمثلة بمعالي وزير التربية ومعالي رئيس دائرة العلاقات الخارجية اللي حرص أيضا على تواجده اليوم ودعمه الكبير لإنجاح هذه الفعالية. لكم كل الشكر وأتمنى التوفيق إن شاء الله لهذه المبادرة، وإن شاء الله تكون مخرجاتها للمستقبل لحكومة إقليم كردستان من خلال إخراج، وإن شاء الله تكون تخريج قيادات مستقبلية واعدة خلال مستقبل إقليم كردستان في مجال التعليم الذكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسعادة الأستاذ أحمد إبراهيم سفير دولة الإمارات لإلقاء كلمته. والآن الكلمة للسيد دكتور وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، المعلمون والمعلمات الأفاضل، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا اليوم في هذا الحفل المبارك الذي نحتفل معا فيه بإطلاق مبادرة رائدة وفريدة، مشروع المدرسة الرقمية في إقليم كردستان العراق، إحدى المبادرات التي تجسد عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق، وتحديدا مع إقليم كردستان. لقد جسد هذا المشروع نموذجا متقدما للتعاون في مجال التعليم الرقمي، حيث تمكنا بفضل الله ثم بجهود شركائنا الكرام في وزارة التربية والتعليم في حكومة إقليم كردستان من تحقيق إنجازات مهمة شملت رقمنة المنهج الكردي التعليمي بما يتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، كذلك تطوير منصة رقمية حديثة باللغة الكردية، وتدريب أكثر من 2000 معلم وتأهيلهم ليكونوا قادة في التعليم الرقمي في مدارسهم، كذلك تجهيز أكثر من 64 مدرسة بأحدث الأدوات الرقمية لتكون منصات انطلاق نحو مستقبل أفضل. إن هذا المشروع لا يمثل مجرد مبادرة تعليمية، بل هو نواة حقيقية لتحول رقمي شامل في منظومة التعليم في كردستان، ويعد الأول من نوعه على مستوى العالم باللغة الكردية في دمجه المتكامل بين المحتوى الرقمي وبناء القدرات التقنية وتجهيز المدارس بالبنية التحتية الرقمية الحديثة. لقد جاء هذا المشروع ثمرة شراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم في حكومة إقليم كردستان العراق، وبدعم كريم من مؤسسة دبي العطاء، ما يعكس روح التعاون الصادق لتحقيق رؤية مشتركة تؤمن بأن التعليم الرقمي هو بوابة الأمل والتنمية المستدامة. وانطلاقا من رسالتنا في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي رعاه الله، فإننا نولي أولوية قصوى للتعليم باعتباره الأساس الأول للتنمية والتطور المستدام في المجتمعات، ويمثل التعليم الرقمي بوابة لمستقبل التعليم. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: التعليم الرقمي هو مستقبل التعليم وتعليم المستقبل، وذلك لما يوفره من فرص غير محدودة للوصول إلى المعرفة وبناء القدرات وتمكين الأجيال في كل مكان. وفي الختام نأمل أن يكون هذا المشروع نقطة انطلاق لمزيد من النجاحات والتوسعات بما يخدم أبناء كردستان، ويسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة بإذن الله. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد دكتور وليد آل علي.
لكلمته القيمة. بەڕێزان ئێستا کورتە ڤیدیۆیەکی تەوزیحی ڕوونکردەوەی لەسەر قوتابخانەی دیجیتالیتان پێشکەش دەکەین. أترككم الآن مع عرض فيديو توضيحي عن مشروع المدرسة الرقمية. حزمني أبو من الدكتور. أريد أصير ديزاينر. لأنه أحب أصير مهندس. I want to be an English teacher. جيل الشباب هسه أكثرهم يحبون التكنولوجيا، فما بالك إنه الدرس أيضا يكون بيها تطور ويستعمل فيها التكنولوجيا، فأكيد كان بشيء أكثر شغف أكثر عندهم. من وەک مامۆستایەک دیجیتال سکول بە پرۆسێکی زۆر سەرکەوتووە بینم، هەست دەکەم گۆڕانکاریی زۆرش لە قوتابیان یعنی بەدی ئەەکەم و هەم بەخۆشم چالاکتر بوویمە، هەست دەکەم هەم کاتەکان ئامادە نەبوون لە ماڵەوە بەژاری لەوانەکانیان بکەن. لأنه صار تعاون بيناتنا وبين الطلاب والمدرسين والثقة صار أزيد. وحسيت انه فعلا اكو تطور يصير يعني بالتكنولوجيا اللي عندي، وان شاء الله هذا الشيء راح استفاد منه بالمستقبل اذا كبرت ان شاء الله. إنه بس بزر واحد أقدر إنه يطلع لي بقى كل المعلومات. زور باشا بمن چونك ديزاينري زور لي ورد أقري. I actually like when there's a video that teaches you the lesson, and I also like the quizzes because there were challenges for me to do. إنه حبيت هذا التغيير في مدرستنا، والتكنولوجيا يعني خلت الكونفيدنس مال الستودنتس اللي في الديجيتال سكول مالتنا ترفع، يعني more confidence. والآن الأستاذ أحمد إبراهيم والدكتور وليد آل علي يتفضلون على المنصة لتوزيع درع المدرسة الرقمية. تفضلوا. السيدة شيلان خليل جنيد تتفضل لاستلام. السيد لقمان سعيد صديق مدير عام تربية أربيل يتفضل لاستلام درع المدرسة الرقمية. والآن يتفضل السيد دكتور وليد آل علي بتقديم درع المدرسة الرقمية للسيدة منار صلاح الدين. السيدة منار صلاح الدين.
السيدة كنار علي حمشين. والآن يتفضل معالي السيد وزير التربية. هسه خليه ياخذون صورة جماعية. جنابة، والآن يتفضل معالي السيد وزير التربية بتوزيع درع المدرسة الرقمية على السادة رواد دورة المدرسة الرقمية لإكمالهم الدورة بتفوق، إضافة إلى مشاركتهم في دورة المعلمين في الشرق الأوسط مع أكاديمية ملك رانيا للمعلمين. اسم المعلم غزالة محمد علي سعدون في مدرسة كوباني. إيهان محسن قرني من مدرسة الجواهري. هدى عبد الكريم ناجي محمد مدرسة أمين زكي. كنار جلال حاجي حسن في مدرسة جندي كوري. أسيل خليل إبراهيم عباس مدرسة جواهيري. إيمان كاكل حمد مولود مدرسة نازدار. نوروز صالح رسول مدرسة إسماعيل بشكشي. سورة عبد الكريم سلطان مدرسة قصرة. بارزان عبد الرحيم عبد الله مدرسة باراوي. محمد أحمد حمد كريم مدرسة زيودري. سهيلة عزيز مدرسة الروبار. فرح رعد محمد مدرسة عفرين.
لانا محمد عبد الله مدرسة شلامة. هوجر محمد رسول المجمع التربوي لشهداء رزقاري. نادية محمد حمزة مدرسة بدرخاني. ناظم رشاد إسماعيل آشتي سيتي. بەڕێزانێ سەدوونا و دەخوێنمەوە هەردووشان بێکەوە بێنە سەر ستەیج بە مناسەفە بە شەریکی هەردووشان وەریەگرن درعکە. علي إسماعيل حسن شيخ محمد كتابخاني قامشلي. هوزان عبد الخالق محمد لكتابخاني هامون. بالمناصفة خلي يتفضلون على المنصة. بەڕێزان سوپاس بۆ جەنابتان. قوربان ستشیلان وابزان وێنەگرتنی جەماعیمان ماوە؟ ببورن درعية بينا السيد تفضل السيد سفير دولة الإمارات لتوزيع الهدايا أو درع المدرسة الرقمية للسيد معالي الوزير. معالي الوزير راح يوزع. وللسيد دكتور بەڵێ سەرەتا ئێمە کە دەست بەم پرۆژەیە کرا چواردە قوتابخانە لە سنووری بەڕێوەبەراتی گشتی پەروەردەی هەولێر ئەم قوتابخانە دیجیتاڵیان بەکارهێنا، بەڵام لە درێژە پێدان و بەپێ ئەو ڕێکەوتنامانەی کە لەگەڵ وەزارەتی پەروەردەکرا حالیان 64 قوتابخانە ئەم پرۆژەی لێ جێبەجێ دەکرێت و قوتابیانیش سوودی زۆریان لێ دیتێ لەبەرەوەی منەسەی خوێندن و بە کوردیش داخلی ناو سیستەمەکە کرایە کە مەنهەجەکانی کوردی قوتابیان زۆر سوودیان لێ وەرگرتووە و لە قوتابخانەکانیش و بزات لەوانەیە کە ئەم پرۆژەی لێ جێبەجێ دەکرێت قوتابیان سوودی زۆریان لێ بینیوە و هیوادارین لە درێژەی ئەم پرۆژەیە قوتابخانەی کەش بەخۆ بگرێت.